طيب اثبت لي انك بتحبني. اثبت لك ولو تكرم عينك. استني شوي. اخواني اخواتي مساء الخير. طبعا كلكم تعرفوني، اني فايز الهولندي، هولندي الاصل والجنسيه. اليوم وبهاي اللحظه السعيده اتشرف امامكم بطلب ايد الانسه الرائعه رانيا عزام كزوجة لي. رانيا، اسمع فايز، اللي مستعد يتخلى عن وطن ممكن يتخلى عن حبيب. شنو هذا الخريط؟ هذا مو خريط، انت عراقي الاصل هولندي الجنسيه. لا حبيبي لا، أنا ما أريد العراق، خلي ياخذوا لهم. ولك انت عراقي ولهيك انا حبيتك. ولك يا عراق، هذا اللي وكلني علف حيواني بسبب الحصار والسلطة تاكل نستله. لو عراق اللي هسه صاير قسم الطوائف، أنا بلد اللي يحتضنني واللي احتضنتني هي هولندا وبس. افتهمتي؟ لا ما فهمت. العراق ما له ذنب باللي عم يحكوا، لو كانوا حرمية أو طائفيين أو خونة أو عملاء. وليش من كنت أريد أطلع جواز لازم أدفع 400,000 دينار، واليوم من أريد أطلع جواز لازم أدفع 600 دولار أمريكي، ومن ردت أطلع جواز سفر هولندي ما كلفني غير 5 دقائق انتظار و30 يورو. هذا هو الوطن، هذا هو الوطن رانيا، مو شوية ترابات معجونات بالنفط والدم. الوطن الصدق إذا تمرضت يعالجني، وإذا قعدت عطال بطال ينطيني راتب هو اللي يعتذر مني لأن ما قدر يوفر لي فرصة عمل. هذا هو الوطن. تتزوجين فايز الهولندي لو لا؟ لا. ما تعرفين معنى الوطن إلا من تفقدي. هذا يا وطن، ولكم يا وطن. هذا الشباب ما تتعسوها باسم الوطن، حتى هم يقعدون على الكراسي وأولادهم يركبون كاديلاك وبورش. احنا نموت من أجل العلم، حتى هم تالي اللي يدقون ويرقصون ويا الغجر. ولكم هذا يا وطن، عمي يا وطن.